السلام عليكم، معكم محمد الطنوبي، ودي إن شاء الله الحلقة السادسة من سلسلة حلقات الدوكر أند كوبرنيتيز. تعال نبدأ في ملخص الحلقة الخامسة، وبعد كده إن شاء الله نبدأ في الحلقة بتاعة النهاردة. اللي احنا خدناه في الحلقة الخامسة كانت أنواع الاستورج، وعرفنا إن فيه عندي نوعين من أنواع الاستورج. قلنا إن النوع الأول هو النون بيرسيستنت داتا، وقلنا إن ده عبارة عن إن الداتا بتكون عمرها من عمر الكونتينر، يعني بمجرد ما الكونتينر ده بيموت فأيضا الاستورج دي بتموت بكل الداتا اللي جواها. النوع التاني من الاستورج كان البريسيستنت داتا، وقلنا ان انا ممكن اعمل بريسيستنت داتا باستخدام طريقتين. الطريقة الأولى كانت الهوست فوليوم، وده معناه إن بيكون عندك فولدر على الدوكر هوست بيكون متشاف جوه الكونتينر، وأي تشينج على الفولدر ده على الدوكر هوست أوتوماتيك بيترفلكت جوه الكونتينر. وده معناه إن بقول للكونتينر خد الفولدر ده جواك كشورت كات. الطريقة التانية بقى معانا كانت النيمد فوليوم، وده باختصار عبارة عن ان انت بتروح تكريت فوليوم، والدوكر فوليوم ده بيكون عبارة عن دايركتوري جوه الفار ليب دوكر فوليوم، وده باس على الدوكر هوست بتاعك. تعالى بقى نبدأ الحلقة بتاعتنا اللي بتتكلم عن ان انا ازاي اقدر ابيلد الايمج بتاعتي من الكونتينر. لان زي ما انت عارف ان كان كل شغلنا في الحلقات اللي فاتت ان انا عرفت ازاي ابول الايمج بتاعتي جاهزة وابدأ ان انا اشتغل عليها. طب دلوقتي بقى انا عاوز اعمل ايه؟ انا دلوقتي عاوز اعرف ازاي ابيلد الايمج بتاعتي واقدر اعيد استخدامها في اكتر من environment. طيب انا ازاي بقى اعمل كده؟ بص يا سيدي، انت كل اللي انت بتعمله ان انت بتكري التكست فايل عادي جدا بيكون اسمه دوكر فايل. طيب جوه الدوكر فايل ده انت بتكتب شوية كوماندات بتكون مترتبة ورا بعض في صورة انستراكشنز. يعني الكوماند الاولاني بيقول للدوكر اعمل لي كذا، وبعد لما تخلص انزل للكوماند اللي بعديه اعمل لي كذا، وهكذا بقى في باقي الكوماندات اللي انت كاتبها فين، اللي انت كاتبها في الدوكر فايل. طب انا عاوز مثال. انت كريت الدوكر فايل بتاعك، فتحت الدوكر فايل، المفروض ان انا اكتب شويه كوماندات. فانا بقول للدوكر بتاعي ان انا عاوز في الكوماند الاولاني ان انت هتعمل لي ابديت للسوفت وير الفلاني، وبعد كده هتروح تغير لي الوركينج داير من المكان ده للمكان ده، وبعد كده هتعرف لي شويه environment variables، وبعد كده هتعمل لي رن للكوماند الفلاني، وفي الاخر خالص هتشغل الكونتينر بالكوماند اللي انا محدده لك ده. وده يا شباب فعلا فعلا اللي بيتم في بيتم لما تيجي تكريت الايمج بتاعتك. اذا اتفقنا، يبقى احنا ملخص الموضوع ان الدوكر فايل ده عبارة عن شوية كوماندات عادية خالص اكنك بتكتبها على التيرمينال، بس بدل ما بتكتب كوماند باي كوماند، يعني الكوماند الاولاني ويجيب لك النتيجة والكوماند التاني ويجيب لك النتيجة، كل اللي انت بتعمله ان انت بتكتب شوية الكوماندات اللي انت عاوزها كلها مرة واحدة في وان فايل. لما تيجي انت بقى بترن الدوكر فايل ده، فهو بينفذ لك الكوماند الاولاني، وبعد كده بينزل ينفذ لك الكوماند الثاني، وبعد كده بينزل ينفذ لك الكوماند الثالث لحد ما يخلص لك كل الكوماندات او الانستراكشنز اللي انت طالبها منه، وبعد كده بيرن لك الكونتينر بتاعك بالكوماند اللي انت محدده له. تعال بقى نشوف مثال على الدوكر فايل ونعرف هل اللي قلناه ده فعلا اللي بيتم ولا لا. كل اللي انا هعمله هعمل ان انا هروح اكري الدوكر فايل، والنيم بتاعه بيكون اسمه دوكر فايل زي ما انت شايف كده بالظبط. ولاحظ ان هو بيكون بدون اي اكستنشن، يعني ما هوش مثلا دوكر فايل دوت تكست مثلا. طيب تعالى بقى ندخل جوه الدوكر فايل ده ونشوف هو بيعمل ايه بالظبط. انت مبدئيا كده لازم تعرف ان الدوكر فايل بتاعك لازم يبدأ ببيز ايمج، اللي من خلالها بتوصل للايمج اللي انت عاوز تكريتها. من خلال من خلال شوية انستراكشنز انت اللي بترتبها على حسب بالظبط انت عاوز تعمل ايه عشان تكريت الايمج بتاعتك. طيب تعالى ناخدها لاير باي لاير كده. احنا قلنا ان اول حاجة الدوكر فايل بتاعي بيبدأ بيها هي البيز ايمج. والبيز ايمج دي يا شباب بتبدأ بحاجة الاول اسمها فروم، لازقه جنبها على طول البيز ايمج بتاعتك. يعني مثلا بتقول له فروم اوبونتو، فروم سينتوس، وهكذا على حسب البيز ايمج اللي انت عاوز تبدا بيها الايمج بتاعتك.
فيقوم الدوكر رايح عامل لك ايه؟ فيقوم الدوكر رايح عامل لك بول للايمج دي، ودي معناه ان انت بتقول للدوكر خلي بالك الايمج اللي انا عاوز ابدا بيها عشان اكريت الايمج بتاعتي هي مثلا ايه؟ هي اوبونتو، او هي مثلا ايه؟ او هي سنتوس. طيب بعد كده بقول للدوكر روح اعمل لي ابديت للافيلبل باكجز اللي هي موجوده فين؟ اللي هي موجوده في الاوبونتو ايمج. فيروح الدوكر عامل لي ايه؟ عامل لي ابديت للافيلبل باكجز اللي هي موجوده في الاوبونتو ايمج، وبعد كده بينزل للكوماند اللي بعديه اللي بقول له فيها روح اعمل لي انستليشن للبايثون. طب كل ده يا شباب بيحصل فين؟ بيحصل في البيز ايمج بتاعتي اللي هي ايه؟ اللي هي اوبونتو. بعد كده بقى بقول للدوكر بعد ما تنزل لي البايثون روح اعمل لي انستول للفلاسك باستخدام البيب. والفلاسك ده يا شباب هو عبارة عن فريم ورك بستخدمه عشان ابيلد ويب ابلكيشن باستخدام ايه؟ باستخدام البايثون. حلو جدا. تعال نكمل. بعد كده بقول له روح اعمل لي انستول للفلاسك ماي سيكوال، وده باختصار كده يا شباب عشان اكونكت الماي سيكوال داتابيز بالفلاسك ابلكيشن بتاعي. بعد كده بقول له ايه بقى؟ بقول له اعمل لي كوبي لكل الكونتنت من الداير اللي انت واقف عليه حاليا لجوه الدوكر ايمج بتاعتي في الباس اللي هو سلاش ابت سلاش سورس كود. طيب وفي الاخر هنا بقول له ايه؟ بقول له لما تيجي تشغل الكونتينر فانت هتشغله لي بالكوماند اللي انا محدده لك ده. اذا الكوماند ده يا شباب بيتنفذ ساعه الران تايم للكونتينر بتاعي، يعني ساعه لما اشغل الكونتينر بتاعي من الايمج دي اول حاجه هتتنفذ هو الكوماند ده. وده طبيعي لان احنا قلنا في الاخر ان الكونتينر عباره عن بروسيس واحده بس هي اللي شغاله. اذا نلاحظ يا شباب ان احنا بنتعامل مع شويه كوماندات مترتبه في صوره انستراكشنز. بطلب من الدوكر ان هو يعمل لي الكوماند الاولاني، وبعد ما تخلصه خش لي في الكوماند التاني، بعد ما تخلصه خش لي في الكوماند التالت، وفي الاخر لما تيجي تشغل الكونتينر بتاعي فانت هتشغله لي باستخدام الكوماند اللي انا محدده لك ده. طيب لو رحنا شفنا some of instructions الموجودة على الاوفيشال دوكيومنتيشن الخاصة بدوكر واللي هتقابلك لما تيجي تكريت الدوكر فايل. فأول حاجة هتقابلك هو الفروم، وباختصار الفروم ده هو اللي بيحدد البيز ايمج اللي هتبدأ بيه عشان اوصل للكاستم ايمج بتاعتي. يعني مستحيل تلاقي واحد مكريت لك الكاستم ايمج بتاعته فروم سكراتش، لا لازم يبدأ ببيز ايمج والايمج دي اصلا تكون موجودة. زي مثلا فروم بايثون فبايثون ده اصلا اوريدي موجودة، فروم سينتوس فسينتوس دي اصلا اوريدي موجودة، فروم اوبونتو فاوبونتو دي اصلا اوريدي موجودة. ومن خلال البيز ايمج دي بتقدر ان انت تكريت الايمج بتاعتك من خلال الانستراكشنز اللي انت بتبنيها بعد كده. تاني اشهر انستراكشن معانا وهو الرن. والرن ده هو عبارة عن ان انت بتكزكيوت الكوماند اللي انت عاوزه، زي مثلا ايه؟ ترن انستول لدبليو جيت مثلا، ترن ان انت تابديت البيز ايمج بتاعتك وهكذا. طيب تعال نروح لانستراكشن تاني معانا وهو الكوبي. والكوبي ده لو انا عاوز اكوبي سم اوف فايلز او دايرز من المكان اللي انا واقف فيه لجوه الكونتينر الشبيه ليه اللي هو الاد، والاد هو الكوبي في نفس ان هو بيكوبي فايلز من المكان اللي انا واقف فيه لجوه الكونتينر. بس الاختلاف البسيط بتاعه بس ان هو انا لو عاوز اكوبي تار فايلز جوه الكونتينر فاقدر اعمله من خلال الانستراكشن اللي هو اد وليس كوبي. او لو انا عاوز اكوبي يو ار ال مثلا من المكان اللي انا واقف فيه لجوه الكونتينر فاقدر اعمله من خلال انستراكشن برضو اللي هو ايه؟ اللي هو اد. نيجي لانستراكشن تاني معانا وهو الورك داير. والورك داير ده باختصار ان هو بيست الوركينج داير اللي انت هتشتغل منه. لو رحنا برضو لانستراكشن تاني معانا وهو الانف. والانف ده لو انا عاوز اسيت سم اوف انفايرمنت فاريبلز هشتغل عليها. طيب لو انا عاوز اخلي الكونتينر بتاعي يلسن على بورت معين فاقدر اعمل كده من خلال الانستراكشن اللي هو ايه؟ اكسبوز. ولو عاوز ان انا اسيف الداتا بتاعتي او اعمل لها ماونت في مكان معين فاقدر اعمل كده من خلال الانستراكشن اللي هو ايه؟ اللي هو فوليوم. طيب تعالى بقى نروح لاخر تو انستراكشنز معانا وهو الفرق ما بين السي ام دي والانتري بوينت.
بص يا سيدي، مبدئيا كده الاتنين مهمتهم ان هما بيحددوا لك او بينفذوا لك الكوماند اللي هيترن لما الكونتينر يجي يشتغل. بمعنى ايه؟ بمعنى لو انا عندي دوكر فايل وعامل انستراكشن فيه وليكن مثلا cmd echo hello world، وجيت ارن الكونتينر ده، فهيقوم طالع لي ايه؟ هيقوم طالع لي مسج بتقول لي hello world. كذلك الحال لو انا عندي دوكر فايل وعامل انستراكشن فيه وليكن مثلا entry point echo hello world، وجيت ارن الكونتينر ده، فهيقوم طالع لي ايه؟ فهيقوم طالع لي مسج تانية هالو وورلد. اذا لحد دلوقتي عرفنا التشابه، وهو ان الاتنين بينفذوا لك كوماند لما الكونتينر يجي يشتغل. طيب تعال بقى نشوف الفرق بيظهر امتى. اذا الفرق بيظهر لما تيجي ترن كونتينر بدون ما تحدد الاديشنال كوماند، فهو هيستخدم الديفولت كوماند اللي انت بسطها له في السي ام دي. طيب في حالة مثلا عملت دوكر رن وبسيط اديشنال بارامتر، فهو هيعمل ايه؟ فهو هيروح يعمل اوفر رايد للديفولت كوماند اللي هي موجودة في السي ام دي بالبارامتر الجديدة. يبقى اذا عرفت ان السي ام دي بيحصل له اوفر رايت لو انا عملت اديشنال بارامتر لما باجي بعمل ايه؟ الدوكر رن. على العكس الانتري بوينت ده هو المين كوماند اللي بيتنفذ لما الكونتينر بيشتغل، وده معناه ان لما الكونتينر بيشتغل بياخد الديفولت بارامتر اللي انت عاملها في الانتري بوينت وينفذها لك. لكن من الصعب جدا جدا انك تغير البارامتر ده على عكس ايه؟ السي ام دي كوماند. بس برضو خلي بالك انا بقول لك من الصعب جدا جدا، يعني في طرق ان انا اقدر اغير المين كوماند الخاص بالانتري بوينت. تمام. انا ممكن اقدر ان انا استخدم السي ام دي مع الانتري بوينت لو انا عاوز اباسي بارامتر واعمل اوفر رايد للديفولت بارامتر الخاصه بالسي ام دي. طيب تعال نشوف الحاجات دي هتظهر معانا بشكل اوضح لو احنا عملنا مثال. طيب تمام، انا عملت بايثون سكريبت كل اللي بيعمله ان هو بيطبع لي كلمة هالو زائد الارجيومنت اللي انا هوصيه. فلو انا بسيط كلمة هالو احمد، فهو هيطبع لي كلمة هالو احمد. ما بسيطش حاجة، فهو المسج اللي هو هيطبعها هو عبارة عن هالو وورلد. تعال بقى نكري الدوكر فايل عشان نباصي او نرن السكريبت ده عن طريق ايه؟ عن طريق الدوكر فايل. لو قلنا مثلا ان انا عاوز اكري الدوكر فايل، فقلنا خلينا نفتح من الفيس كود وقلنا ان انا عاوز اكري الدوكر فايل. الدوكر فايل بتاعتي هتبقى البيز ايمج بتاعتي هي البايثون. الورك داير هيبقى عبارة عن سلاش اب. قلنا ان انا هكوبي الكونتنت اللي واقف عليه جوه الديستنيشن بتاعتي اللي هو سلاش اب، والانتري بوينت بتاعتي عبارة عن ان انا عاوز انفذ الابليكيشن بتاعي اللي هو بايثون، والابليكيشن بتاعي عايز يتنفذ اللي هو ايه؟ اللي هو app.py. طيب يبقى اذا المين كوماند اللي هيتنفذ لما الكونتينر يجي يشتغل هو عبارة عن ان هو بيرن لي الابليكيشن بتاعي اللي هو ايه؟ app.py. طيب انا لو عاوز اباسي ارجيومنت معين عن طريق السي ام دي، فانا هقول له مثلا اطبع لي كلمة هلو محمد مثلا. طيب تعالى بقى نرن ده. لو قلنا دوكر بيلد داش تي، وهنسميه ان ده ماي داش سكريبت، وعايزين ان احنا نبيلد الايمج بتاعتنا. تعالى بقى نرن الكونتينر بتاعنا ونشوف المسج اللي هتطلع.
فقال فعلا هالو محمد. يبقى اذا لاحظت ان انا بصيت ارجيومنت عن طريق السي ام دي اللي هي محمد. طب في حالة ان انا عاوز اباصي ارجيومنت تانية، فانا لو قلت مثلا نفس الران كوماند، بس قلت له بدل ما تطلع لي الارجيومنت عن طريق السي ام دي اللي هو محمد، لا انا خليك مثلا هلو مثلا ايه، هلو علي مثلا. لاحظ انه حصل اوفر رايت للسي ام دي كوماند بعلي مكان مين؟ مكان محمد. اذا يا شباب هقول لك الفرق بقى في الاخر عن طريق مثال. انت ان شاء الله نويت تتجوز، فطبيعي انك تبعت انفيتيشن لزمايلك فيها ايه بقى؟ فيها ميعاد الفرح بتاعك، فيها مكان الفرح، هيبدأ الساعة كام، فيه اكل ولا لا. كل ده عبارة عن ايه؟ كل ده عبارة عن سبيشال انستراكشنز، صح؟ تمام. السيم دي بقى بيعمل لك كده بالظبط، بتحدد شوية انستراكشنز تتنفذ لما الكونتينر بيجي يشتغل. طيب في الحالة بتاعتنا ايه الانستراكشن اللي انا حددتها له؟ ان هو هيبصي ارجومنت لما تيجي ترن الكونتينر بتاعك محمد. فانت لما عملت رن للكونتينر بتاعك، فهو بصل الارجيومنت اللي هو محمد للكونتينر بتاعك. طيب الانترو بوينت بقى، لو رجعنا للمثال بتاع الفرح، فهتلاقي ان الانترو بوينت ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن باب القاعة بتاعة الفرح اللي الناس من خلاله هتدخل الفرح. اذا هو اول حاجة بتتنفذ لما الكونتينر بتاعك بيجي يشتغل. اذا يا شباب السي ام دي ده كوماند عاوزه يتنفذ لما الكونتينر بيجي يشتغل، وممكن احدده اما في الدوكر فايل زي ما احنا حددناه، او ابصيه كارجومنت وانا بره الكونتينر. وكل اللي بيعمله ان هو بيقول للكونتينر ايه التاسك اللي المفروض ينفذها. طب والانترو بوينت ده المين فانكشن، او اول حاجه بتتنفذ لما اجي ابدا الكونتينر بتاعي. طيب كده وصلنا لنهايه الحلقه من سلسله حلقات الدوكر اند كوبرنيتس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.